عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايلكم بفيديو جديد. حطي لايك واشتركي معايا في القناه لو انت لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده بقى الفيديو هنحضر مع بعض الغدا. هعمل النهارده اكله احنا بنعشقها جدا جدا وبنحبها جدا جدا. الاكله دي بقى هي ايه؟ هي الكشري المصري، الكشري العادي جدا بتاعنا. انا بعمله بطريقه بسيطه جدا جدا وسهله يعني ايه، مش معقده خالص يعني. تمام. اول حاجه عندي كده انا جهزتها هي ان انا سلقت المكرونه. احنا بنحب المكرونه اللي هي الاسباجيتي ومعاها اللي هي المرمريه او اللي هي الخواتم دي. تمام. دي اول حاجه انا بدات بيها دلوقتي. بعدين انا عملت الرز، والرز بيستوي عندنا رز بشعريه عادي جدا جدا جدا. تمام. تاني حاجه عملتها هي الدقه بتاعت الكشري اهي. تمام. دقه الكشري انا بعملها ازاي؟ هقول لكم دلوقتي بعملها ازاي. اول حاجه كده انا بجيب عندي توم. انا بفصص راس توم، راس تكون كبيره كده، بقسم نصها للدقه والنص التاني بعمله للصلصه. حلو. اول حاجه كده بجيب نص راس التوم، افرمها كويس جدا، وبعدين انزل بيها على الحله او على الطاسه اللي انا هعمل فيها الدقه. وبعدين ببدأ ان انا استنى اجيب لكم كده من الدقة اهي. وبعدين بعمل ايه؟ بنزل على بعد ما يبقى لونها ذهبي كده شوية الثوم، بروح نازلة عليه بشوية خل، ومع الخل بنزل ليمونة واحدة. تمام. وبعدين بنزل بقى ايه بكوباية مية مثلا، وملح وفلفل وكمون. تمام كده. ودي كده الدقة، وسهلة جدا 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 ومش محتاجة ايه اي خزعبلات خالص. بالنسبة بقى اللي هي المقبلات اللي بتبقى جنب الكشري، عندي حاجة كده احنا بنحبها جدا وانتشرت جدا جدا في محلات الكشري، وهي العيش اللي هو المقلي، او اللي هو اللي بيبقى مقرمش، اللي بيبقى مع الكشري. شايفينه يا جماعه؟ بصوا، هو بيبقى عباره عن عيش شامي عادي جدا جدا. العيش الشامي اللي هو اللي بيبقى بنعمل، اللي بنجيبه سندوتشات من المطعم، اللي هو سندوتشات الفول والطعميه الحاجات دي. بجيبه وبس وبقطع الرغيف عادي جدا 4/4. وبعدين ببدأ ان انا افتح الرغيف، يعني مثلا ايه، الرغيف قطعته 4/4، بيبقى متقطع 4/4 زي كده مثلا. بروح اسماء اللقمة نفسها الاتنين كده. تمام. فدول يعني ايه، دول عملوا لي مثلا دول 5 ترغيفة كده، الكمية دي كلها من 5 ترغيفة. تمام. دي كده جزء تاني. دلوقتي بقى بالنسبة لان يعني هنخلطه كله ببعضيه. طبعا الرز بيستوي على النار، هو رز بشعرية عادي جدا، زيت ومكعب زبدة وشوية شعرية، وبعد كده تتحمر شوية. بعد كده بروح نازلة عليها بالرز وشوية الملح ومكعب مرقة، وبعد كده ايه بحط المية يا دوبك تغطي الرز بقد عقلة صباع. وبعد كده بسيبه يغلي شويه، بعد كده ايه بوطي عليه النار. الرز بشعريه العادي جدا بتاعنا. تمام. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ دلوقتي انا هعمل الصلصه بتاعه الكشري. تمام. يلا بينا بقى نروح نشوف هنعمل الصلصه ازاي. بصوا بقى، عندي كده حله على النار، هنزل فيها بالثوم دلوقتي. بصوا بقى، انا كده نزلت بالثوم اهو في الزيت، هقلب كده واستنى لحد لما يبقى لونها ذهبي. تمام. هبدأ ان انا اقلب بقى كده اهو. اول ما لونها يبقى ذهبي كده هبدأ ان انا انزل بالخل. بعد ما حطيت الصلصة، بعد ما حطيت الخل هنزل بالصلصة كده، بكون صلصة عادي جدا، وهقلب كده، هقلبها كويس كده مع بعضيها. وبعدين هنزل بعصير الطماطم، وهقلبها كده وبعد كده هسيبها بقى تتسبك كده مع بعضيها شويه. بعد كده ايه هرجع لها عشان احط لها التوابل بتاعتها اللي هي الملح والفلفل والكمون.
دلوقتي بقى هعمل ايه، هجيب بصلايه صغيره كده وهبدا ان انا اقطعها تقطيعه كده بيقولوا عليها جوانح، اللي هي بصوا بتبقى رفيعه كده اهي دي. ماشي، ابدا ان انا اقطعها كده علشان ايه، علشان اقليها للكشري. ابدا ان انا اقطعها كلها نفس التقطيعه كده، نفس الشكل كده اهو، اقطعها كلها نفس التقطيعه كده اهو عشان تبقى كلها نفس الشكل اهو اهو. كده بقى البصل اهو بعد ما قطعته كله نفس الشكل اهو تمام. ببدأ ان انا بقى ايه افككه من بعضيه كله بحيث ان هو ايه ما يبقاش تخين، يبقى كله نفس التحميره ونفس السوا تمام. عندي بقى كده على النار الصلصه اتسبكت وحطيت لها ملح وفلفل وكمون واديتها تقليبه كده وسبتها ايه تغلي غلوه اهي. هي كده يعتبر اتسبكت كده، هسيبها تغلي غلوه كمان وبعد كده ايه هطفي عليها. بالنسبه بقى للعيش، عندي هنا طاسه على النار هحط فيها الزيت كده تمام. هستنى الزيت يسخن شويه كده وبعدين هنزل فيه بالعيش. كده الصلصه عندي بقت جاهزه اتسبكت خلاص. كده بقى انا هطفي عليها النار كده، انا طفيت عليها النار خلاص اهي تمام اهي بقت جاهزه. هروح بقى للعيش، هنزل بقى كده في الزيت بالعيش النار دي بقى كده شويه. بياخد لون من ناحيه اروح اقلبها على الناحيه التانية. بصوا بقى العيش بعد ما حمرناه على الناحيتين، بصوا عايزه اقول لكم تحفه تحفه يا جماعه، جامد جدا ومقرمش قوي. بصوا سامعين شايفين القرمشه عامله ازاي، حاجه كده تحفه. وعايزه اقول لكم عمل كميه كبيره، انا اصلا طول ما انا واقفه بحمر عماله اكل منه طعمه تحفه. انا دلوقتي بقى هعمل ايه وهو سخن كده، اروح رش عليه بقى ايه ملح كده تمام وشويه كمون ايه يعني مش كتير، حبه صغيرين خالص اللي هو ايه يدوله طعم مش اكتر اهو. بصوا شويه كمون كده. دلوقتي بقى ايه جه دور البصل. دلوقتي انا هروح احمر البصل في الطاسه وهي لسه سخنه كده، وبعد كده ايه هجيب لكم بقى الخلاصه كلها دلوقتي وادي الكشري الجامد جدا، اسهل واسرع والذ كشري ممكن تعملوه. دلوقتي بقى بصوا هحط بقى الدقه كده عليه اهو كده، بقى نحط من الصلصه كده. الريحة مش معقولة مش معقولة، والطعم برضو اكيد مش معقول بصوا بقى الجمال، من غير بقى ولا حمص ولا عدس ولا اي حاجة من الكلام ده، احنا عايزينه كشري سريع، مش لسه بقى هنعمل بقى ايه حمص بقى وعدس والكلام ده. يا رب بقى يكون الكشري النهارده سهل سريع عجبكم، وان شاء الله تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه ايه. بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين. ويا رب الكشري بتاع النهارده يكون عجبكم، وحاجه بسيطه كده ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.